النهاردة يا جماعة هنكمل مع بعض درس محمد علي، وهنبدأ نشوف جانب مهم من سياسته وهو الإصلاحات اللي عملها داخل مصر. وبعد كده هنتنقل مع بعض للسياسة الخارجية والحروب اللي خاضها محمد علي. يعني هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونفهم محمد علي اهتم بالتعليم والثقافة والعمران ازاي، وايه اللي حصل، وايه اللي كان عايز يحققه من سياسته الخارجية، وايه اهم الحروب اللي خاضها، وايه اللي حصل في النهاية. يلا بينا نبدأ ونرتب الكلام نقطة نقطة علشان كل معلومة تدخل دماغنا بسهولة. اولا الاصلاح الاجتماعي، التعليم والثقافة. بص يا جماعة معايا كده، محمد علي في البداية لما بدأ يبني دولته أدرك إنه محتاج موظفين في المصالح الحكومية، وكمان محتاج متخصصين في مجالات مختلفة علشان يسد احتياجات الجيش والأسطول. وعلشان كده بدأ يهتم بالتعليم والثقافة. أول حاجة عملها المدارس العليا. طبعا محمد علي أنشأ مجموعة من المدارس العليا المتخصصة. إزاي؟ كده أنشأ مدرسة الطب، مدرسة الصيدلة، مدرسة الزراعة، المهندسة خانة، وكمان استعان ببعض الأساتذة الأجانب تدريس فيها. فهل محمد علي اكتفى بالمدارس العليا؟ لا، أنشأ كمان المدارس الابتدائية والتجهيزية، وكان الهدف منها إن هو يعد أو إعداد التلاميذ للالتحاق بالمدارس العليا. يعني ممكن نرتبها كده: المدارس الابتدائية التجهيزية، بعدين إعداد التلاميذ للالتحاق بالمدارس العليا. أما البعثات العلمية فركزوا معايا سنة تالتة. محمد علي ما اكتفاش بإنشاء المدارس، لكنه كمان أرسل بعثات علمية إلى أوروبا في تخصصات مختلفة، يعني مش في تخصص معين. والهدف من البعثات دي إعداد نخبة من المتعلمين والخبراء داخل. ومع اهتمام محمد علي بالتعليم نشطت كمان فكرة أو حركة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى اللغة العربية، وعلشان كده أنشأ مدرسة الألسن. يعني هنا معانا حركة الترجمة ومدرسة الألسن. طيب يا جماعة بصوا معايا كده، محمد علي عمل كمان ديوان المدارس، وده اللي بنعرفه حاليا باسم وزارة التربية والتعليم. وكمان أنشأ المطبعة الأميرية في بولاق، وكان الهدف منها طبع الكتب والمنشورات الحكومية. يعني نجمع كده التعليم والثقافة في كام نقطة. أول حاجة موظفون متخصصون لسد احتياجات مصالح الحكومية والجيش والأسطول، إنشاء المدارس العليا، إنشاء المدارس الابتدائية والتجهيزية، إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، نشاط حركة الترجمة، وإنشاء مدرسة الألسن، وإنشاء ديوان المدارس، وإنشاء المطبعة الأميرية في بولاق. كل دي نقاط كده إحنا بننجزها أو يعني بنلخصها في نقطة التعليم والثقافة اللي كانت في عهد محمد علي. طيب نبص على حاجة تانية من الحاجات اللي كانت في عهد محمد علي أو اللي اهتم بيها محمد علي، وهي العمران. محمد علي شيد الحصون والقلاع على السواحل المصرية، وده كان بهدف صد هجمات الأعداء عليها. وكمان شيد عدد من السرايات، ومن أهمها سرايا رأس التين اللي موجودة في الإسكندرية، وسرايا قصر النيل اللي موجودة في القاهرة. خلي بالك من المثالين دول: سرايا رأس التين فين؟ في الإسكندرية. سرايا قصر النيل فين؟ في القاهرة. طيب يا جماعة احنا كده خلصنا الاصطلاح الاجتماعي، ونبدأ بقى بجزء جديد ومهم جدا، وهو سياسة محمد علي الخارجية. محمد علي كان عنده سياسة خارجية طموحة، يعني كان عنده طموح انه يقيم تكون له ولأولاده من بعده، كمان يوسع حدود دولته. وعلشان كده خاض محمد علي حروب كتير باسم السلطان العثماني، لكن طموحه بعد كده دفعه لمحاربة السلطان العثماني نفسه وتوسيع حدود دولته. أهم حروب محمد علي لما السلطان العثماني استعان بمحمد علي علشان يقضي على الوهابيين اللي موجودين في شبه الجزيرة العربية، ده طبعا بعد ما اتسع نفوذهم على حساب الأراضي الدولة العثمانية. ده طبعا هدد سلطة السلطة الدينية والسياسية للسلطان العثماني. علشان كده استعان بمحمد علي انه هو يقوم بالحروب ضدهم، ومحمد علي نجح بالفعل في هزيمتهم وسيطر على معظم أراضي شبه الجزيرة العربية. يعني نحفظها ازاي دي يا مس؟ نحفظها: اتساع نفوذ الوهابيين أدى إلى تهديد سلطة الدولة العثمانية، أدى إلى استعانة السلطان العثماني بمحمد علي، وفي النهاية هزيمتهم والسيطرة على معظم شبه الجزيرة العربية. أما بالنسبة لحروبه في السودان، فطبعا احنا ذكرنا قبل كده توسعات محمد علي في السودان والهدف منها وجهوده في نشر مظاهر النهضة الحديثة بيها. وعلشان كده في سؤال كده مهم: لخص أسباب توسعات محمد علي في السودان، ثم قارن بين إصلاحاته اللي كانت في السودان والإصلاحاته اللي كانت موجودة في مصر. معانا حرب تانية وهي حرب المورا. طبعا السلطان العثماني استعان بمحمد علي لإخماد الثورة اللي كانت قائمة في شبه جزيرة المورا الموجودة باليونان.
فمحمد علي أرسل أسطول بقيادة ابنه إبراهيم باشا، واللي حقق انتصارات كبيرة. لكن في التوقيت ده إنجلترا وفرنسا وروسيا ساندوا الثوار اليونانيين ضد محمد علي، وأرسلت أساطيلها إلى السواحل اليونانية، وده للأسف أدى إلى تدمير الأسطولين العثماني والمصري في معركة نافرين سنة 1827، واضطرت القوات المصرية إلى الانسحاب. ركزوا معايا سنة تالتة في التسلسل ده. يعني الثورة كانت موجودة فين؟ في المورا. مين اللي استعان بمحمد علي؟ السلطان العثماني استعان بمحمد علي. مين اللي راح للحرب دي؟ اسطول إبراهيم باشا أو ابنه إبراهيم باشا. طيب حصل إيه؟ حصل انتصارات في البداية، لكن لما ساندت إنجلترا وفرنسا وروسيا الثوار اليونانيين طبعا حصل هزيمة للأسطولين المصري والعثماني، أدى إلى انسحاب القوات المصرية والعثمانية من اليونان. أما حروب الشام فدي نقطة مهمة جدا. محمد علي أرسل قواته إلى الشام، وده علشان يوسع نفوذه السياسي ويحقق طموحه في بناء دولة قوية مستقلة عن الدولة العثمانية. بس كان في سبب ظاهري لبدء الحرب دي. يعني ايه سبب ظاهري؟ يعني كان بيدعي انه هو هيقوم بالحرب دي بسبب خلاف بينه وبين عبد الله باشا والي عكا، ولكن هو في الأساس عايز يوسع نفوذه السياسي، ودي طموح محمد علي اللي احنا متعودين عليها. الخلاف اللي كان بينه وبين عبد الله باشا والي عكا طبعا كان سبب في امتناع عبد الله باشا عن إرسال الأخشاب اللازمة لإعادة بناء الأسطول المصري اللي احنا اتكلمنا عنه إن هو اللي اتحطم في معركة نافرين اللي قامت أو حصلت في اليونان. وعلشان كده أرسل محمد طبعا حملة برية وواحدة تانية بحرية، والاتنين نجحوا في سنة 1831 في إن هم يسيطروا على مدن الشام الواحدة ورا التانية. وبعد كده توغلت القوات المصرية في آسيا الصغرى، وأصبحت تهدد الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. طبعا بعد التوسعات اللي قام بيها محمد علي ونفوذه اللي بيزيد، الدول الأوروبية بدأت تخاف منه لأنه أصبح يؤثر على مصالحها. وعلشان كده عقدت الدول الأوروبية مع السلطان العثماني معاهدة لندن 1840، وكان من أهم شروط المعاهدة دي احتفاظ محمد علي بحكم مصر، وأن يكون الحكم وراثيا في أسرته، بشرط أن تظل مصر ولاية عثمانية وأن تدفع مبلغا ماليا سنويا للدولة العثمانية. تاني حاجة احتفاظ محمد علي بولاية عكا مدى حياته. ثالثا الموافقة على شروط المعاهدة خلال 10 أيام بس، وبإلا إن هي خلاص هتنسحب منه ولاية عكا. موقف محمد علي من المعاهدة دي طبعا عمل ايه؟ رفض محمد علي شروط المعاهدة كلها، واللي كان كمان فرنسا كانت بتأيده في الرفض ده. لكن اللي حصل سنة تالتة؟ إن بريطانيا تدخلت وأرسلت أسطولها لقطع الاتصال بين مصر والشام، واشترك الأسطولان العثماني والبريطاني في ضرب بعض الموانئ الموجودة في الشام. وبعد كده أصدر السلطان العثماني فرمان بعزل محمد علي من ولاية مصر، وفي النهاية اضطر محمد علي إن هو يوافق على شروط المعاهدة. يعني معانا كده نتائج معاهدة لندن. طبعا أهم حاجة دلوقتي إيه اللي ترتب على معاهدة لندن؟ سياسيا فشل مشروع محمد علي في الاستقلال بحكم مصر. عسكريا انسحابه من كل الأراضي اللي سيطر عليها وتقليل عدد الجيش المصري. اقتصاديا وصناعيا وتعليميا إغلاق عدد كبير من المدارس والمصانع وتدهور الصناعات الوطنية لارتباطها باحتياجات الجيش. لكن خدوا بالكم من حاجة مهمة، رغم ان محمد علي فشل في تحقيق مشروعه السياسي الا انه نجح في تحقيق حاجة مهمة جدا، وهي وضع قواعد الدولة المصرية الحديثة على أسس راسخة. يعني محمد علي اهتم بالتعليم والثقافة والعمران، وبعد كده اتجه للسياسة الخارجية طموحة، خاض حروب في شبه الجزيرة العربية والسودان والمورا والشام، وانتهى الأمر بمعاهدة لندن 1840. هو فشل مشروع السياسي في الاستقلال بحكم مصر عن دولة عثمانية، لكنه نجح في وضع قواعد الدولة المصرية الحديثة على أسس راسخة.